إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. قطرات الندى، يا سلام على الرقة. حتى البرامج كان كده تحس فيها كده برقة كده، بلمسة كده رقة، بلمسة حاجة كده راقية كده. ما عدتش تلاقوها أصلا الأيام دي، خلاص بقى بقينا في عصر السرعة، بقينا في عصر الصراع، بقينا في عصر انتش واجري على زي ما بيقولوا. المهم تعالوا يلا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة، ونبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ نهاركم ابيض وفل وورد وياسمين. نهاركم ابيض زي اللبن الحليب. النهارده بقى جايه لكم كده بفيديو جديد، وفيديو النهارده حلو قوي، فما تنسوش بقى تحطوا اللايك. واللي بيشوفني اول مره يا ريت بقى ما ينساش يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي، واللايك اوعوا حد ينسى اللايك. يلا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. الغالي داخل عليا باكله سمك. يا ايه المجايب الحلوه دي، دايما يخش كده عليا بالخير، يا رب ما تحرمني من دخلته عليا ابدا يا رب. ودايما داخل شايل ومحمل وجايب لي الحلوه كله يا غالي. الغالي مين؟ جوزي طبعا. المهم يا جماعه ايه، جاب لي سمك، بس السمك بصراحه كان حجمه كبير، فيعني كان بهدلني وانا بنضفه بصراحه. الشوك بتاعه جامد جدا وكان وصعب يعني. كان جامد على ايدي وانا بقصه بالمقص كده، واتعورت طبعا كالعاده. كلنا كده ندخل المطبخ، يعني معظمنا كمان، يعني كلنا لازم في لسعة من الفرن، في لسعة من الحلة، في لسعة من البوتاجاز، تعويرة من السكينة، تعويرة من أي حاجة. المهم إن إيدك مش خالية. مفيش حد إيده خالية مننا من التعوير. ده احنا هندخل الجنة، ده ذنوب كلها وبتخلص. المهم ايه، هننضف السمك كده، وبشيل الخواشيم بتاعته. بشيل الخياشيم بتاعته وانضفه كده، وخلي قلبه من جوه ابيض زي الفل. خلصنا كده كمية السمك. نشطف كده وننضف كده اول باول، لان بصراحة انا ما بحبش الزفارة خالص، يعني اكتر حاجة بكرهها في المطبخ هي الزفارة. بالذات بقى لما يبقى عندي رنجة او فسيخ، يا سلام. الواحد بقى هي اكلها حلوة قوي واكلها ممتع جدا، بس ساعة بقى ما تيجي تنضفي بقى تحسي بقى ان الريحة في كل مكان، بيفضل فترة كده الريحة لحد ما تروح، لحد ما تتخلصي اصلا من الفسيخ خالص، من البيت خالص، وتعطري البيت كده، فتبتدي بقى ان انت تشمي ايه ريحة حلوة، ما تشميش ريحة زفارة خالص في البيت. هقطع كده القرموط بتاعي زي ما انتم شايفين. هقطعه كده خرط، كده خرط حلوة كده زي ما انت عايزة بقى. واقطع كده، افتح بقه كده واقطعه. عندي حماتي بتحب الا البق القرموط ده بيقولوا عليه ايه، الاحف. انتوا بيقولوا عليه ايه عندكم؟ بيقولوا احف الاحف بتاع القرموط. المهم ايه، همسكه كده اعمله، احكه كده بالسكينه من بره واغسله كويس قوي، ونديها برضو غسله كويس، وبعدين نشطف بقى، نغسل. حاولي ان انت تغسلي السمك بالذات والقراميط اكتر من مره، وتغسليها كويس قوي. وبعدين تقومي جايبه ايه، نقعاه في ليمون. شوفوا يعني تحسوا ان انا بتخلص اول باول كده، والبريل كده شغال على طول في ايدي. تمام كده خلصنا اهوت. نديله شطفه كمان وغسله حلوه اهوت. وبعدين بقى ننقع في الليمون. انا كده خلاص خلصت السمك اللي هو البلطي، خلصته ونضفته خالص. فهبتدي بقى ان انا احط بقى ايه، ميه وانقع. انتوا صليتوا على الرسول وحطيتوا اللايك ولا لسه؟ اللي ما حطش اللايك يلا يحط اللايك. يلا يا حلوه انت وهي. عصرنا الليمون. نسيب بقى السمك بتاعنا منقوع، ونيجي بقى نحضر ايه، الغدا بتاعنا. هنعمل ايه، تتبيله السمك البلطي. انا مش هعمل السمك البلطي النهارده، لان هعمل القرموط. إيه، القرموط كفايه قوي زي ما قلت لكم ان ولادي ما بياكلوش السمك، فهيبقى كتير علينا السمك ده. هعمل السمك المقلي في يوم، والسمك واللي هو القرموط ده هعمله النهارده. عندي هنا التتبيله بتاعت السمك المقلي ايه، عندي هنا راس توم حلوه كبيره كده، إيه، قشرتها وجبتها فرمتها، وعليها قرن فلفل اخضر، واربع قرون فلفل حامي او شطه، 4 قرون شطه حاميه.
وكزبرة، معلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الكمون وايه تاني، وملح. بس كده. وليمون. اهم حاجة الليمون، وكتري الليمون والكمون والملح هيظبط الدنيا خالص. نتبل بقى السمك بتاعنا، وكل بقى ما يغيب في التتبيله كده ويشرب من التتبيله بتاعته، يا سلام، مفيش لا احلى ولا اجمل من كده. انا على فكره من عشاق السمك، انا بحب السمك جدا اكتر من اي لحوم. عندي هنا بقى صينيه رز كده كنت غسلاها، وقلت بقى احطها في الفرن كده جنبي وانا واقفه. فحطيت بقى الرز كده، وحطيت اللبن عليه، وحطيت الملح، بس ما حطيتش اي دهون، لا زيت ولا سمنه. ما بحطش اي دهون على الرز غير لما يطلع من الفرن، بسقيه بالسمنه البلدي بس كده. حطيته بقى في الفرن. وعندي هنا بقى 4 بصلات كبار فرمتهم، وحطيتهم هنا. عندي بقى حله فيها زيت، وبعدين اشوح بقى البصله بتاعتي. وعندي كمان قرنين فلفل اخضر وقرن فلفل حامي، حطيتهم كده فرمتهم برضو، هستخدمهم برضو مع التخديعة، لان انا هعمل تخديعة عشان هخدع للقراميط اللي انا هستخدمها النهاردة. في نفس الكبة برضو هجيب طماطم، حوالي كيلو من الطماطم اهوت، وهفرمه كويس. اضرب الطماطم كده. تمام تمام. خلصنا كل كمية الطماطم اهوت. بصراحة الكبة دي بتنجزني في المطبخ، بتنجزني. عندي هنا زيت في الطاسة، وعندي هنا البصلة بتاعتي انا مش هحمرها ولا هصفرها، يا دوبك بس تشويحة عشان ما تحرقش صدرنا كده وتجيب لنا حموضة. المهم نزلت بالفلفل الحامي والفلفل الاخضر، واديتهم تشويحة كده مع البصلة، وبعدين حطيت الطماطم بتاعتي واسيبهم بقى يتسبكوا مع نفسهم. عندي هنا زيت على النار، سخن الزيت، نزلت بالقراميط بتاعتي اديها صدمة كده. انا مش هحمرها يعني، يا دوبك صدمة كده عشان احطها في البريمة بتاعتي في الطواجن عشان ادخلها الفرن. خلصنا كده. تمام. باقي الأحافي، إلا الأحافي بتاع الأحف بتاع حماتي. الأحف بتاع القرموط ده لازم حماتي تاكله. المهم خلصنا كده وتمام، وطفينا على الزيت، وحطينا هنا كمون وفلفل وشوية كزبرة. وحطينا برضو حوالي من كوباية الا ربع من الفريك، مج الا ربع كده من الفريك، ويكون يعني فريك طحناه شوية. بس كده. تمام. نحط المية، طبعا حطينا المية وزودناها وسيبناه يستوي شوية الفريك في التخديعة بتاعته، وبعدين هجيب الطواجن وانزل بالتخديعة كده على الطواجن على القراميط، وبعدين ادخلها بقى الفرن تعيش مع نفسها. تمام كده. تمام. يلا على الفرن بقى. والرز بتاعنا كان استوى اهوت. فلفله كده من تحت كده بايد المعلقه كده، وتعمليه كده، يعني زي بيقولوا كده تشببيه بالمعلقه يعني، عندنا بيقولوا كده. المهم وسقيته كده بالسمنه البلدي، وغطيته وسبته بقى على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. هاجي بقى هنا احمر بقى عندي بنتي قالت لي يا ماما انا هاكل سمك مقلي. قلت يا دي الهنا اللي انا فيه، خلاص هقلي سمك. قالينا السمك اهوت. طلعت لها سمكتين. طلعت سمكتين بقى، قلت ايه اللي ياكل، لان بصراحه السمك حجمه كبير جدا، يعني حجمه كمان مش باين في الفيديو. يعني انا كلت نص واحده، قومتني يعني كفايه قوي كده، حلوه قوي يعني، شبعتني بصراحه. نص سمكيه من دولت شبعتني والله العظيم. المهم خلصنا بقى السمك وقليناه، والرز بتاعنا استوى، وكمان الطواجن بتاعتنا هتطلع هيت من الفرن، والليمون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض فاكرينه ولا ناسيين؟ اللي فاكر يحط لايك بقى. ليمون كده بقى، وشوية فلفل كده، وشوية حركات كده عشان نغري كمان العيال. والرز بتاعنا اهوت. على فكرة لما تعملي الرز المدسوس ده او الرز الفرن ده في الفرن الغاز بيبقى طالع احلى من كده بكتير. فرن البوتاجاز بقى بتاعي على قده، فحلو قوي ان هو طالع على كده. والسلطة كمان، وكان ده غدانا النهاردة. شوفوا بقى الحلاوة وشوفوا الجمال. الطواجن طلعت من الفرن اهيت، وعملنا شوية سلطة عشان السمك المقلي كمان، والمخلل بتاعنا، وصينية الرز اللي بتقول تعالوا كلوني كلوني.
بس كده تمام، وده كان غدانا النهارده. فما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. يا سيدي يا سيدي على الطواجن اللي طالعه من الفرن. الفريك بيبقى احلى من القراميط والله العظيم، كمان بيبقى طعمه تحفه ومولع نار. يلا سلام.